مدرب الكاميرون وأحد نجوم الكاميرون يعترفون بقوة المنتخب المغربي ويؤكدون أنهم سيحاولون الفوز على المغرب. البداية بما قاله مدرب منتخب الكاميرون السيد ديفيد باغو اللي غير مؤخرا اللي تم تعيينه كمدرب جديد لمنتخب الكاميرون، حيث قال: مواجهة المغرب في ربع النهائي كأس أفريقيا ستكون كبيرة. في هذه الأدوار لا تختار منافسيك، ولكننا الآن سنرتاح وسنعد المواجهة المقبلة. وأضاف: الآن سنركز على مباراة المغرب وسنتابع مقاطع الفيديو لدراسة ما أكثر. سنذهب بعقليتنا الإيجابية والانتصارية لمحاولة الفوز وسنحاول إقلاق المنتخب المغربي. وأضاف أن فوز منتخبه على جنوب أفريقيا كان السر فيه هو الانضباط والتآزر. وأضاف: الانضباط والتآزر والعقلية التي استرجعناها، العقلية الإيجابية والانتصارية، كانت السر في فوزنا على جنوب أفريقيا، فالكل يعمل من أجل زميله وللفريق. وبكل صراحة منتخب الكاميرون منتخب كيلعب كرة جماعية كيشبه نوعا ما المنتخب المغربي، غير هو عندهم دفاع الضحك، عندهم دفاع سيء، وخاص المنتخب المغربي وخط الهجوم ديالنا يستغلوا الثغرات الكبيرة اللي عندهم على مستوى الدفاع، ولكن عندهم كذلك هجوم مرعب. وعاد مدرب الكاميرون ليعترف أن المغرب هو المرشح الطبيعي للفوز في المباراة، وقال: المنتخب المغربي هو المرشح الطبيعي كما لاحظتم ذلك، لأن الملعب يكون ممتلئا بالجماهير بلونها الأحمر تتوسطه راية خضراء، لكننا سننجح اعتمادا على قوتنا وإمكاناتنا.